يا مساء الانوار، ازيكم؟ النهارده جبتلكوا وصفه لذيذه جدا وسهله وسريعه للحواوشي الطاسه. معايا هنا نص كيلو لحمه، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل وكزبره ناشفه وكاري وقرفه، وطماطم مبشوره وفلفل رومي حامي وبارد، وحبه بصلايه كده مفرومه. انا هدبلهم كده على النار، يدوب بس هدبلهم، مش هشوحهم ولا حاجه لان انا مش عايزه اشوحهم. يعني مش عايزاها تتحرق مني، بس هديها تتبيلة كده حلوة مع اللحمة والبهارات بتاعتي. هنعصج اللحمة خالص زي اي تعصيج لحمة عادي، وبعدين هنحشيها في العيش المصري بتاعنا بتاع الطابونة. بصوا، انا كده هحط اللحمة. مجرد ما اللحمة عندي يتغير لونها، يبقى لونها رمادي كده والاحمر ده كله يروح منيها، هنزل التوابل بتاعتي وهديها التشويحة برضو كمان، وهنزلها على طول الطماطم او الصلصة. لو ما عندكيش طماطم حط صلصة او العكس. بصوا اهي، طبعا انا هحط التوابل بتاعتي زي ما قلت لكم، ملح وكزبرة وفلفل وكاري وقرفة وكركم. وكمان بحط حبهان فيها برضو كده، بتديها طعم حلو جدا. هنقلبها كده كويس قوي مع بعض، وبعدين هننزل الطماطم او الصلصة بتاعتي. هنا كده قطعت حبتين توم، بحطها كده في الاخر علشان انا برضو مش عايزاها تتحمر، انا كده بحبها نية، فانا عايزة تديها طعم كده وريحة حلوة. سهلة جدا الوصفة، سهلة جدا وبسيطة وسريعة كمان. كده انا حطيت الطماطم، هسيبها تتسبك وبعدين هطفي عليها. بصوا، ده العيش المصري بتاعنا العادي خالص، انا حشيته كده. تقدروا تحطوا هنا زيتون او جبنة، اي نوع جبنة انتوا بتحبوه تقدروا تحطوه كده معاه، بس انا ما كانش عندي جبنة، وفي ناس برضو ما بتحبش الجبنة. فانا هحشيها كده، هحشي العيش، وبعدين بدل ما نحطه في الفرن هنحطه في الطاسة كده بحبة زيت صغيرين خالص، يعني بالفرشة كده هبلها كده زيت وهدهن الصينية، الطاسة قصدي، وهنحمصه كده على البوتاجاز. سهل جدا. طبعا في ناس تقدر تحطه في الفرن عادي، مفيش مشكلة، بس صدقوني الحركة دي اللي هي على الطاسة طبعا بتديله طعم جميل جدا وشكله وريحة حلو خالص. ده شكله كده النهائي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا له رأيكم.